يا ترى الدهب طلع تاني ولا نازل؟ ايوه يا عمده فهمنا، يعني اشتري ولا بيع؟ بص يا حبيبي، عنك لا معاك دهب عشان تبيع ولا معاك فلوس عشان تشتريه، بس تعالى انا اقول لك وافهمك. اوعى تفتكر ان لما يحصل في الدهب ده مجرد ترند، ده الموضوع اكبر من كده كتير جاوي. الدهب النهارده ما بقاش بس سلعه، يعني مش مجرد انك راح تجيب شبكه لخطيبتك. الدهب يا بيبقى النهارده رهان على ضعف العمله الورقيه، وشك للسبيكه وجفاك للفلوس النقديه. في كل دوره اقتصاديه الناس اما تفتكر ان ارتفاع الدهب ده فوره مجرد حاجه مؤقته، بس الحقيقه ان الحكومات النهارده بدات تطبع فلوس كتير. فقوم ايه بقى؟ الفلوس الورق بدات تفقد قوتها الشرائيه، فالناس تعمل ايه بقى؟ تدور على حاجه ثابته، تشوف حاجه قيمتها فيها. التاريخ اما يقول ان المانيا في العشرينات المارك انهار بسبب ان الحكومه طبعت فلوس كتير جوه عشان مصاريف الحرب وتعويضات الضحايا، لدرجه يا جدع ان الناس كانت اما تجر عربيات محمله شويله فلوس عشان تشتري بس رغيف عيش. ده حتى يا راجل في امريكا في السبعينات بعد ما نيكسون فك الربط ما بين الدولار والذهب، الذهب نط نطه سودا، وجيت الذهب وصلت من 35 دولار ل 800 دولار. ونفس المشهد ده كلنا شفناه حصل في لبنان والارجنتين وتركيا، لما العمله بتاعتهم انهارت كله طلع يجري على الذهب وخده بالحضن. عارفين انتوا بقى ليه الذهب طالع بالشكل ده اليومين دول؟ تعال يا حبيبي انت وهو اقول لك، رقم واحد ان الحكومات والبنوك المركزيه هي اللي لما تشتري الذهب بنفسها، يعني مش المستثمرين بس، يعني مش انت ياض وانا بس اللي لما نشتري الذهب، ده الدول نفسها اما تشتريه. يعني الدول نفسها هي بنفسها خايفه من العمله اللي هي اما تصنعها وهي اللي عامله قيمتها احسن توجع. يعني الدول ياض شاكه في نفسها، فاما يعملوا ايه بقى؟ اما يجمعوا ذهب عشان يغيروا الاحتياط الاستراتيجي بتاعهم من نقود لذهب. ودي يا حبيب رساله واضحه منهم اننا في وقت انهيار قيمه العملات الورقيه. الدولار ضعف يا ولدان من كتر ما يطبعوه، زي لما تطبع ورقه كتير كيف تبهت. وكل ما الفايده تنزل في البنوك ده ما يقلل من قيمه الفلوس الورق. ويعمل ايه بقى؟ يعلي من قيمه الذهب، لان الذهب يا حبيبي مش اما يطبع. كل ده بقى اما يخلي المستثمرين يسحبوا فلوسهم من البنوك ويحولوها لذهب، عشان ده ما يحقق لهم عائد اكبر. وكل نهار شفنا الذهب في اخر 10 سنين اتضاعف اكتر من 10 مرات، وصل من يجي 600 جنيه لحوالي 6000. تاني حاجه بقى الحروب والصراعات الجيوسياسيه، كل ما النظام المالي في العالم يتعرض لهزه الناس جيوبها تهز هزه وتطلع تجري على الذهب. يعني مثلا بعد حرب روسيا واوكرانيا حصل طلب رهيب رسمي على الذهب. ثالث حاجه بقى التضخم، الناس كل ما تحس ان قيمه الفلوس اما تروح تطلع تجري على الملاذ الامن وتجيب ذهب. واخد بالك انت اللي كل ما تحوش قرشين تطلع تشتري بط مسكوف وفي الاخر يموت منها. فالقضيه هنا يا اخواتي العمده مش ارتفاع الذهب، القضيه انهيار العملات الورقيه. يعني من الاخر كده الذهب معلش فجاه، العملات هي اللي نزلت قيمتها فجاه. في مصطلح اقتصادي اسمه ديفيزيت مينت تريد، وده معناه يا حبيبي ان الناس اما تهرب من العمله الورقيه وتحول كل فلوسها لذهب، لانهم خلاص ما بقوش واثقين في الفلوس الورق. من الاخر كده الموضوع ما بقاش بس ان انا عايز ازود فلوسي، ده انا خايف ان فلوسي تروح كلها، فاما اطلع اجري على طول اشتري حاجه ثابته. وعشان كده الوقت في تحولات اقتصاديه جامده في اتجاهات الاستثمار في العالم كله. المستثمرين الكبار في العالم كله ما يغيروا اتجاهاتهم من الاحتفاظ بالعمله الورقيه للذهب، وده بقى اللي مسبب صعود كبير، واللي عايز اقوله لك انه هيفضل مستمر في الصعود الفتره الجايه كمان. يعني اشتري ذهب يا عم ده برضه دلوقتي حتى بعد السعر الغالي ده كله؟ ايوه يا بيه اشتري، والنزل يوم الذهب جنيه اليوم اللي بعده هيزيد 10 جنيه. وسبب تاني مخلي الذهب رافع وهيفضل رافع هي الصراعات الكبيره اللي ما بين امريكا وروسيا والصين واوروبا والشرق الاوسط اللي لما تحصل دلوقتي. الصراع الكبير ما بين امريكا والصين والعقوبات اللي لما تحصل على روسيا، كل ده مخلي النظام العالمي ركبه اما تخبط كيف بعض، وكل ما ركبه تخبط الورق ينهار والذهب قيمته تعلى. كل الدول بقى اللي خايفه تتعرض لعقوبات واحتياطها النقدي معتمد على الفلوس الورقيه، خايفين بقى من القيود اللي هتتحط عليهم فما يخلصوا من الفلوس الورق ويجيبوا بيها ذهب، لان لما بيكون في حرب او تهديد التجاره ما توقف، فالناس ساعتها بقى اما تطلع تجري على الذهب، لان ده ما حدش هيعرف يعمل له حاجه. فمن الاخر كده يا اخواتي لما يحصل في الذهب النهارده مش ترند او موجه عابره، ده تحول اقتصادي وفكره ما يحصل في العالم كله. فانت يا حبيبي مش قادر من المستثمرين ومن الحكومات، فاهم حاجه؟ يا اللي مبوط في الفلوس الورق واما تقول الجنيه غلب الكارنيه، لا يا حبيبي النهارده الحالك خلى الدولار اتفلج. الناس خلاص ما بقتش واثقه في الورقه اللي ممكن تتقطع، لكن واثقين في الذهب اللي ما بيصديش، لان اللي فاهم عارف ان الفلوس الورق دي ما الا مجرد وعد من حكومه او دوله ممكن توجع في اي وقت. فلو معاك يا حبيبي 6000 جنيه حتى اطلع هات لك بيهم جرام ذهب، انت مش ادرى من الحكومات والمستثمرين والدول. على اللي ماسك في الجنيه وما يقول عليه غلب الكارنيه وشيروا له ابعتوا له.